يلا يا عم خد بعضك وامشي من هنا، ولا اخويا بلا زفت. شكرا اخويا، شكرا يا سعد. انت بتكرش اخوك يا مشيته؟ انت ازاي يجيلك كلب تطرد اخوك بره بيتك؟ ازاي ما شفتهاش انا في حياتي دي؟ تعبنا، عارف يعني ايه تعبنا؟ بيعمل حاجات غريبة، احنا خلاص. طب تعالى طيب احكي لك على قصة، تعالى اقعد. قصة ايه يا ابو خالو اللي عايز تحكيه؟ قصة ايه؟ احكي يابا هقعد اسمعك. تعالى انا هسألك سؤال قبل ما احكي لك على القصة اللي هقول لك عليها دلوقتي. لو حكموا على 3 من اهل بيتك بالاعدام، الاولى مرتك، والتاني ولدك، والتالت اخوك، تختار مين؟ لا لو خيروني اختار ابني، يعني في المقارنة دي اختار ابني. ياض قول ايه انت؟ في ايه يا عم خطني يا عم؟ اهدى اهدى ابو عمو شوية، في ايه؟ اهدى. كيف تختار ولدك واخوك موجود؟ اسمع القصة يا ولدي وبعدين احكم براحتك، اعمل ما بدالك. اتفضل احكي. واحد كان اخوه محكوم عليه بالاعدام ومرته وولده، وقف قدام القاضي قال له واحد من ال3 دول هياخد براءة، اختار مين؟ من غير ما يفكر دقيقة يا ولد.